فراسك في مصر البارح وقعت عندهم حالات ذبحة صدرية، انهيارات عصبية وحتى وفيات، والأغرب أن بعض الحالات وقعت والمنتخب كان مازال متقدم في النتيجة. عرفتي علاش؟ لأن الجسم ما كيفرقش بين فرحة خرجات على السيطرة وصدمة كبيرة، بجوج كيقدروا يتعبوه. غدا حنا المغرب وفرنسا نوصيكم شجع بلادك بقلبك، ولكن خلي عقلك حاضر، تنفس وما تحبسش نفسك مع كل هجمه. شرب شويه د الماء بين الفينه والاخرى، تفرج مع ناس كيزيدوك فرحه ماشي مع ناس كيقلبوا الكره الحرب. والا حسيتي قلبك كيلعب اكثر من اللاعبين عطيه تايم اوت دقيقه وابتسم ورجع كمل الفرجه. وكل مره ذكر راسك انا مشجع ماشي لاعب، اللاعب غادي يرجع يتدرب غدا وانا خاصني نرجع نخدم نعيش حياتي ونهتم بعائلتي. وخفف شويه الايجو، الربح احتمال والخساره احتمال، وفي الحالتين حياتك غادي تبقى هي. ما تخليش 90 دقيقه تحكم في 24 ساعه من نهارك، ولا تخسر صديق، ولا تعصب على وليداتك، ولا تفسد سهره جميله بسبب مباراه. شي حاجه اخيره، المنتخب محتاجنا من اللي كيربح ومحتاجنا اكثر من اللي يخسر، لان المشجع الحقيقي كيبقى سند ماشي غير من النتيجه كتكون في صالحه. وان شاء الله نفرحوا جميعا بفوز اسود الاطلس، ولكن قبل اي نتيجه نتمنى نفرحوا كاملين بصحتنا وهدوءنا وروحنا الرياضيه، لان الكره كتسالي مع صفيره الحكم، اما الحياه فهي المباراه اللي خاصنا نربحوها كل نهار.